احنا النهارده جايين علشان نرثي او نمدح بطماط، لان الرثاء والمدح كلاهما لا يفيد شيئا، لا لطماط ولا لينا. لكن احنا جايين ننطلق من حياه هذه الام البسيطه الجميله الجليله العجيبه الفريده السعيده، علشان ناخد وننهل من نهر محبتها لربنا ومن نهر حفظها الوصيه. لعلها كانت حياه الموكلين تتميز بالبساطه، البساطه الشديده مع العمق الشديد، دون فلسفه ودون تعقيد ودون تسيب ودون انحلال ودون تفريط. فكانت صلواتها صلوات بسيطة ولكنها صلوات عميقة. لما تقول كده مثلا عبارة القعاد مع ربنا يملأ الإنسان سلام، عبارة بسيطة جدا، لكن أتت بعد خبرة سنين من القعاد مع ربنا امتلأ قلبها سلاما، وملأ هذا السلام كل من حوله. تقول كده الإنسان لما يقعد مع ربنا ياخد من صفات ربنا، وهي فعلا من كتر قعدها مع رب المجد أخذت من صفاته الوداعة والبساطة والحكمة والنقاوة. ولطماط عبارة جميلة جدا ولكنها بسيطة جدا وأيضا عميقة جدا. لما نقول نقعد نتكلم مع ربنا، نقعد نتكلم مع ربنا، وكانت النتيجة لما تقعد تتكلم مع ربنا أن ربنا برضه يتكلم معاها ويكشف لها عن أسراره بروحه